ابن كيران: لا أريد أن يفقد بيتاس منصبه، وهناك إجماع على أنه يكذب. قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن هناك شبه إجماع على أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يكذب ويبالغ في ذلك. ودعا في لقاء نظمه حزبه بفاس بيتاس بالكف عن الكلام، مشيرا إلى أنه لا يسعى من وراء ذلك إلا تسفيه هذا المسؤول الحكومي أو أن يتسبب له في فقدان منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلا أن ما يصرح به يخلق إشكالا يتعلق بفقدان الثقة بالحكومة. وجدد قوله بأن المجتمع لم يعد يثق في هذه الحكومة، مخاطبا أخ النوش بقوله: ليس معقولا أن يكاد المواطنين يجمعون على كذب الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأوضح بأنه سمع في وقت سابق بيتاس يعلن عن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم لا يتجاوز درهمين، إلا أنه عندما كان يسأل عن سعرها الحقيقي يجده يتجاوز ذلك بكثير.